أهلا بك في قناة طور عقلك. في البداية أحب نطلب منك أن تدعمنا وتشترك بالقناة. النهارده معنا مجموعة من أهم العبارات والأفكار اللي غيرت تفكير ملايين الناس حول العالم، من كتاب الأب الغني والأب الفقير. لو بتفكر في مستقبلك المالي، الفيديو ده لك. 1. الفقراء يعملون من أجل المال، الأغنياء يجعلون المال يعمل من أجلهم. معظم الناس بتفكر إزاي تزود مرتبها، لكن الأغنياء بيفكروا إزاي يخلو الفلوس تجيب فلوس. لو عايز تتحرر من شغل المرتب، لازم تتعلم إزاي تستثمر وتبني مصادر دخل سلبية. 2. أعظم أصولك هو عقلك، لو دربته هيخلق لك ثروة. كل حاجة بتبدأ من تفكيرك. الفقر والغنى قرار عقلي قبل ما يكون رقم في البنك. كل ما تعلمت أكثر عن المال، كل ما قدرت تكسب أكثر. 3. اعمل لتتعلم، لا لتربح. في البداية، مش مهم مرتبك، المهم تتعلم مهارات: البيع، الإدارة، التسويق، الاستثمار، لأنها الأدوات اللي هتساعدك تصنع فلوسك بنفسك. 4. الخوف والجشع هما أكبر عدوين للثراء. الناس بتخاف تخسر، وتجري وراء الربح السريع، وده اللي بيخليهم ياخدوا قرارات مالية غلط. اتعلم تتحكم في مشاعرك، وخلي قراراتك دايما مبنية على وعي، مش خوف. 5. الأغنياء يشترون الأصول، الفقراء يشترون الالتزامات. الأغنياء بيشتروا حاجات تجيب لهم فلوس زي عقارات، مشاريع، استثمارات، لكن الفقراء بيصرفوا على أشياء تستهلك فلوسهم: أقساط، كماليات، التزامات. لو عايز تكون غني، اتجه للأصول. 6. الفرص المالية لا تراها بالعين بل بالعقل. فيه ناس قدامهم فرص، لكن مش شايفينها، لأنهم مش مدربين على التفكير المالي. عشان كده، دايما استثمر في عقلك قبل جيبك. 7. تعلم إدارة المال، حتى لو معك فلوس قليلة. مفيش حاجة اسمها مش معايا فلوس أتعلم أتصرف بيها. ابدأ بما معك. قسم فلوسك، أتعلم تحوش، تستثمر، وتدير. لأن اللي مش بيعرف يدير القليل، مش هيعرف يدير الكثير. 8. اعرف الفرق بين الأصول والخصوم، لو عايز تبني ثروة. الأصل يساوي شيء بزود فلوسك، الخصم يساوي شيء بيستهلك فلوسك. لو ما عندكش غير حاجة واحدة تتعلمها، خليها دي كانت مجموعة من أقوى العبارات اللي بتغير طريقة تفكيرك. لو عجبتك، سيب لايك، واشترك في قناة طور عقلك، وفعل الجرس علشان توصلك باقي دروس الكتاب. واكتب لي في التعليقات إيه أكتر عبارة لمستك. نشوفك في الفيديو الجاي.